السلام عليكم. سبق وشرحنا صفات السلطان محمد الفاتح، واللي من ابرزها ان هو كان بيهتم بكل حاجه، بكل العلوم، بكل اركان الدوله حرفيا. هو السلطان ونعم السلطان. الراجل خلاص كان هيفتح الفاتيكان، يعني لو فضل عاش كمان، او ربنا كان قدر واتم في عمره كده ومد في عمره شويه، كان حرفيا قدر ان هو يفتح الفاتيكان، لان هو كان عنده اصرار رهيب جدا جدا، واصراره وعزيمته دي هي اللي خلته يوصل للي محدش قبله وصل. فشفنا من الحلقه ال 64 ان هو بيهتم بامور الحرملك وبالخزينه وبكل حاجه فيها، وان هو ولا جول شاه الموضوع ده. ولكن جول شاه بتفشل بانها تثبت نفسها وبتكذب على السلطان وبتصلح الخطا بخطا. بالتالي في الحلقه ال 65 بيسحب منها ختم الحرملك وبيديه ريحان اغا طبعا لحد ما يشوف. وهنا بيبرز ان هو خلاص يعني زوجته التانية مش موجودة ومفيش الا جولجا ومفيش حد يهتم بالحرملك، فبيبرز ان في محتاج حد موجود معاه في الحرملك ان هو يدير شؤون الحرملك، يعني بكل حزم وبكل اللي هو قلبه على الحرملك بجد، نفس فكر السلطان محمد فيه. بعدها بمشهد على طول بيجي لنا برنسس روزا وهي داخله على السلطان محمد الفاتح وبتكلمه وسط البشوات بتوعه كده بحزم وبكاريزما وبحضور رائع جدا جدا. فحرفيا ده احسن اداء تمثيلي في المسلسل نسائي حتى الان. يعني في نساء جم على مدار المسلسل كتير، مثلا ابرزهم اللي كان ليها دور يعني نوعا ما بارز شويه، مثلا اللي هي مارا هاتون وعمته حتى كانت موجوده معانا، وفي كذا دور نسائي موجود كان ليه دور وليه حضور. وفي الموسم الاول الصراعات اللي كانت بتحصل قبل ما موت السلطان مراد والحاجات دي كلها. بس سيبك من كل الاداءات دي، برنسس روز عملت اداء بمشهد واحد كده في الحوار اللي مع السلطان، اداء اسطوري، حضور رهيب جدا جدا منها، الكاريزما عاليه جدا جدا، وكانهم في المسلسل يعني مختارين وقايلين ان هي البديل لجولشاه، هي اللي هتدير الشؤون. انا احلم ان اعيش في عالم المحق هو القوي وليس القوي هو المحق. وبيوافقها السلطان على يعني طموحها، وانها هو عايز نفس النظام ده، وده هدف السلطان من البدايه اصلا، هو بيعمل كل ده عشان خاطره. وازاي انها وقفت في وش السلطان بكل قوه وبكل حزم، وده عجب السلطان. حتى لما كان بهدير وكان محمود باشا بيتكلموا، كان السلطان بيوقفهم وبيسيبها تاخد راحتها وتتكلم براحتها، وكلهم لاحظوا نظرات السلطان ليها وبشكل كبير. وطبعا هي الزوجة القادمة، لان نشوف في حوارات لطفي لما هنيجي في موضوع لطفي، بس خلينا واخدين الموضوع واحدة واحدة كده. فبصراحة كان مشهد رائع جدا، وكأن زي ما قلت بيقولوا اللي ناقص السلطان زوجة، الزوجة جاية ايه بنفس المواصفات اللي السلطان عايزها. وطبعا تاريخيا زي ما قلنا مفيش، ما قرأتش في اي كتاب من اللي انا قرأتهم، ومع اني قرأت كتير جدا في المصادر كتير، ان السلطان تزوج من البوسنة. ففي ناس قالت ان هو تزوج من البوسنة، مش معروف نسبها مين، بس يعني طالما في حد يعني هناخد ان هو بيصدق ومش بيقول اي حاجة وبيمشي ورا المسلسل وخلاص. بس انا ما وصلتش لحد دلوقتي لاي مصدر او اي مرجع فيه ان السلطان تزوج من بوسنية. عاجبني بقى قوي ان في مسلسل سلطان الفتوحات السلطان محمد الفاتح ما بيستخفوش بالعدو، اللي هو انا انتصرت عليك فانا هجيبك بقى ان انت مهزأ وان انت غبي وان انت ضعيف، زي مثلا مسلسلات اخرى العدو دايما مهزأ وضعيف، بيجي لك في البدايه كده ذكي وان هو قوي وبتاع، وبعد كده خلاص هاله او بالونه وبتفرقع. لا، في مسلسل سلطان الفتوحات السلطان محمد الفاتح من البدايه كده هو بيدي للعدو حق، وده مثبت تاريخي. يعني انا مثلا مكتوب في التاريخ ان قسطنطين، الامبراطور قسطنطين كان ذكي وكان قوي وكان شجاع. انا ليه هو الراجل مش على ديني فانا ليه اشوهه؟ لا، هم جابوا في المسلسل ذكائه وشجاعته ونبله وكل حاجه موجوده، وده عجبني جدا جدا. على برضه في اللي حصلت مع استيفان، ان هم مش جايبين استيفان هفق وماشي ورا يعني مرات ابوه، ورا كلام مرات ابوه الملكه كاترين، ومش جايبينه ان هو غبي ولا جايبينه ان هو مثلا، لا ده هو جايبينه فعلا ان هو ذكي، وجايبينه ان الراجل ذكي. ما هو معلش، لما انت تجيب ان العدو بتاعك
بتاعك غبي وان العدو ضعيف وانت انتصرت عليه بكل سهولة، وانت مجد لي في انجازاتك، يبقى انت بتمجد في انجازاتك ليه؟ طب ما اي حد كان هيهزمه بقى. لكن هو الناس فاهمة غلط، او هم فاهمين غلط، ان هو لما يبرز غباء العدو كده بيسوء ليهم. لا، انت بتسيء لنفسك. ليه؟ لان انت دلوقتي مفيش قوة في ادائك. انت بالنسبة لي انت، طب انت عملت ايه بقى؟ لكن لما يكون العدو قوي وهو كان فعلا قوي وانت كسبته وانت فزت عليه وانتصرت عليه، فانت فعلا كده عملت انجاز. لكن يا فرحتي كسبت عدو مهزأ، ايه ده انت كده عملت ايه؟ لا، فهو عاجبني جدا ابراز دوره. وشفنا ان ستيفن هيخدع البرنسس روز ان هو عايز يضحي طبعا الحرب مع السلطان هيعوز ناس بقى ايه، يوهمهم ان هم اصحاب الارض وي عشان يضحي بهم في البدايه، يحطهم في وش المدفع كده زي ما بيقولوا من الاول. وقدر بالفعل ان هو يخدعها، ولكن طبعا هنشوف في الحلقات الجايه ان هو روزا ذكيه هتكشف الموضوع ده، وخصوصا بعد زياره البابا اللي هتكون للبوسنه في الحلقات القادمه او في الحلقه القادمه. وطبعا السلطان عمل خطه ذكيه جدا جدا، اللي هو ضرب الظالمين بالظالمين من الاخر. هو عارف ان فلاد عايز ان هو، وكانها لعبه شطرنج فعلا في المشهد اللي هو جاي ما بينهم هما الاتنين كده، كانها لعبه شطرنج، وان هما الاتنين بيلعبوا شطرنج مع بعض، وهو السلطان بيحركه زي ما هو عايز. هو عايز عارف ان فلاد عايز يعني يرجع الثقه تاني مره اخرى، والسلطان عايز يوقعهم في بعض لان هم متحدين مع بعض. واتحاد فلاد مع البوسنة امر هيتعب المسلمين، هيتعب جيش السلطان، هيتعب السلطان. لكن لما يضربهم ببعض هيفرقهم عن بعض. فهو عمل خطة ذكية جدا بعد امر لفلاد، انت يا باشا عايز تكسب ثقتي تاني، اقتل الاقطاعيين كلهم اللي ستيفن بياخد منهم استمد القوة، ولو عملت كده انا هرجعك على الافلاق تاني قدام رادو. ورادو كده كده موالي للسلطان. ومش فاهم بقى هو الحته دي، هل هو ادى امر الرادو؟ يعني هو غالبا ادى امر الرادو، لانه هو لو ما اداش امر الرادو فرادو عمل كده عشان خاطر يبقى انت كده يعني بتقول لستيفن بتعكس كلام السلطان محمد الفاتح. ازاي؟ ورادو ما كانش همه الحكم خالص، هو كان بينفذ اوامر السلطان محمد الفاتح لانه كان مقرب ليه جدا جدا. وفي نفس الوقت برضه اسلم ودخل تحت يعني جناح السلطان محمد بحاجه كبيره. كل المصادر التاريخيه بتؤكد ده. فهو يبقى الموضوع بالفعل، لان احنا شفنا في الاعلان ان رادو قال للسلطان محمد انا ما يهمنيش عرش ولا يهمني اي حاجه. هو من الواضح ان الخطه كانت كالاتي: هيبعت بهدير باشا بامرين، امر لفلاد للاقطاعيين وامر الرادو ان هو يبلغ ستيفن ان هو فلاد هيقتل الاقطاعيين، عشان ستيفن ينقذ الاقطاعيين من ايد فلاد، واللي بدورها والدة فلاد هتنقذ فلاد من ايد ستيفن. وده طبعا غير تاريخي غير موجود. فالمفروض في الوقت اللي احنا كنا فيه ده كانت حصلت حربين مع فلاد، جيش السلطان مع جيش فلاد، وبيتم اسر فلاد بقى، ويعني هيفضل مأسور سنين لحد حاجة و70. التواريخ طبعا انا عامل حلقة عن فلاد موجودة لوحدها، التواريخ مذكورة فيها مش هنذكرها دلوقتي، بس يعني هم حتى الان احنا عارفين خلاص ان هم شايلين التاريخ منها. وكان مشهد رائع جدا، والسلطان بيقول للبهدير انا هعفو عنك غفلتك لاخر مرة عشان انا حاسس بيك، ان انا مقرب لفلاد زيك، هو كان اخويا وهو اخويا زيك، فانا حاسس ان انت عايز تديله فرصة. فكان مشهد رائع جدا ان السلطان بيعمله يعني. طبعا فلاد اداؤه رائع، الممثل اداؤه رائع بشكل مرعب. ده لسه يعني الحلقات اللي جايه هتبرز اداء ارتان سمان بطريقه يعني اسطوريه. فكان مشهد رائع جدا وطريقه رائعه جدا لابراز الموقف وابراز الكلام اللي هم بيعملوه. وهنا برضو بيبرزوا ذكاء السلطان. فالسلطان كان سياسي درجه اولى، الراجل سياسيا درجه اولى تمام. الانكشاريه، وما ادراك ما الانكشاريه. الانكشاريه انا كنت عملت عنهم حلقه اسيبها لك في اول كومنت وفي الديسكريبشن برضو. الانكشاريه ياما عزلوا سلاطين وقتلوا سلاطين وقتلوا صدور عظمى وعزلوا صدور عظمى وقتلوا بشوات بالهبل، ولان هم جيش جوه الجيش. هو كان جيش مرعب وخطر جدا على الاعداء، وفي نفس الوقت خطر جدا على السلطان، لان هم يعتبروا دولة جوه الدولة، وفي نفس الوقت ما عندهمش نفس الروح باقي الجيوش. هم همهم الغنيمة، فده في معظم المراحل بتاعتهم يعني، عشان ما نظلمهمش برضو، ان هو كان جيش قوي جدا، بس في بعض المراحل بتاعتهم كان يهمهم الغنيمة اكتر من الغزو. وده كانت الموضوع خطير جدا. واحنا رايحين بعيد ليه؟ هم اساسا عزلوا السلطان محمد الفاتح في اول سنة ليه وهو كان شاب، لما مسك الحكم، وبسبب ان هو يعني مع السياسة مع خليل جندرلي، وان هم كانوا مولعين لخليل جندرلي، وخليل جندرلي ما كانش عايز الموضوع، كان هيعملوا معركة كبيرة جدا ما بين الانكشارية
الإنكشارية وباقي قوات الدولة العثمانية، الأقنجي والسباهي والحاجات دي كلها، لأن هم كانوا مواليين للسلطان محمد الفاتح. ولولا السلطان مراد اللي كان منعزل عن الحكم رجع للحكم مرة أخرى، كان هيحصل دموية كبيرة جدا وخسارة في أرواح المسلمين بشكل كبير جدا. فالإنكشارية دايما بيبقوا عاملين مشاكل، لازم السلطان يبقى حازم ليها. واللي نهى الإنكشارية هو الدولة العثمانية، يعني الجيوش العثمانية هي اللي نهت الإنكشارية أصلا. يعني زي ما بدأوها أنهوها، لأن هو كان ليهم الحرية، وزي ما قلنا قوة جوه القوة، فليهم سياسة معنددة. واحنا شايفين بقالهم حلقتين وهم تعبوا من الغزو بعد فتح بونطس وعايزين يريحوا شوية، والسلطان لا يهدأ، ولكن كورتو دوجان كان محجمهم وبشكل كبير للموضوع ده. بيجي حسين القصاب طبعا مع سياسة محمود باشا. حسين القصاب عايز يفرض نفوذه عليها، وطبعا محمود باشا سياسي درجة أولى، والراجل كان عايز يلم الدولة كلها تحت جناحه، مع ان ده غباء منه، لانه شاف اخر واحد عمل كده كان مصيره الاعدام، وهو جندرلي. هو مش هيبقى اقوى من جندرلي مهما كان. سيبكم من قصفات الجبهات اللي كانت بتقول، وان هو يقول لك انا اسد وقع اسد والجو ده وانا اللي نهيته، والكلام ده كله ده كله دراما. يعني هو لو جينا نقارن ما بين القوة فعلا ما بين جندرلي والحنكة والذكاء ومحمود باشا، لا، فما فيش مقارنة. جندرلي عالي، محمود باشا تحتيه. ماشي، ممكن نقول ان محمود باشا رقم 2 في السياسة وفي القوة، والراجل قوي جدا على فكرة، وكان يعني بيقود الجيوش بتاعت السلطان. ولا بس جندرلي حاجة تانية، فهو عايز يفرض نفوذه، ما كانش عارف يفرض نفوذه على دوجان، فشال دوجان وحط مكانه الولي ليه حسين القصاب، اللي انا يعني ايقنت ان هو مش خاين، وفي نفس الوقت بعد ما حصل كذا حاجة كده شاكك فيه ان هو ممكن يكون، لان فلاد امر بقتل راضو، وبنشوف ان حسين بيعمل، لسه هنتكلم، خلونا بس ماشيين واحدة واحدة. فبنشوف ان هو حسين بيحاول يفرض وهيلغي موضوع ان الغنيمة تتوزع بالنص، هتتوزع الاكثر دم والجو ده هيعمل فوضى، هيعمل بلبلة، وفي نفس الوقت عايز يلغي نفوذ دوجان وبشكل كبير. وبنشوف ان دوجان لما بيحاول يدخل في الامور بيوقفوه قدام السلطان، والسلطان بيحرج الاتنين وبيتعامل مع الامر بذكاء جدا. بيحرج حسين القصاب ان هو وبوس ايد دوجان باشا خلاص سيدك وبتاع، انا مش جايبك انت تركبه، بالعكس. فكان مشهد قوي جدا. بنشوف ان هما بيهينوا دوغان في الاخر، وبنشوف بقى في الاعلان انتقام دوغان من اللي وقعه في الفخ، الجندي اللي وقعه في الفخ. بنشوف بقى مشهد في الاعلان كده ان السلطان بيقول لحسين القصاب ايه في الاعلان الاول، ده انا ممكن اعمل منك شوربة واشربها للانكشارية. وفي نفس الوقت في اخر مشهد في الاعلان التاني السلطان بيتكلم بيقول كده، يعني انتوا مين؟ يعني انتوا جنودي، ازاي بتعملوا كرمي؟ يعني بتعصوا اوامري. وبيقول لهم تعالوا هنا قربوا، وهم بيقربوا. في لحظة محمود باشا نفسه انبهر. فمن الواضح ان حملة السلطان لا توافق هوى محمود باشا، او في احتمالين، لا توافق هواه. فهو قايل لحسين القصاب ما يخليش الانكشارية تطلع، فالانكشارية بيتمرد، والسلطان هنا في المشهد ده بيخضعهم ليه بقوته هو، لان دوغان في المشهد واسحاق في المشهد ضحكوا محمود باشا اللي اتخض. دوغان واسحاق ما اتخضوش، ان هو ايه لو في خطر على السلطان كانوا هم اتخضوا كمان. فمن الواضح ان ده غير هوس على محمود باشا، فاما هو مش موافق على الغزو فعشان كده اتخض ان هم انصاعوا للسلطان، او ان هو كان عايز هو اللي يخليهم ينصاعوا وياخد بنط عند السلطان، والسلطان خلاهم ينصاعوا، فخلاص الراجل اتخض. فده كان مشهد رائع. فمستنينا حلقة سياسية درجة اولى الحلقة القادمة في موضوع الانكشارية ده. وزي ما قلنا حسين القصاب لسه على الاتنين، يعني لسه مش عارفين ولاءه ايه بالظبط، بس يعني من الواضح ان الاتجاه هياخده في حته ان هو يبقى مش ولاءه للسلطان بشكل كافي. وافضل حوارات الحلقه بشكل كبير جدا، يعني حوارات السلطان مع لطفي المجنون، واخيرا بقى هو ليه الدور التاريخي بتاعه في الديوان، وده تاريخيا موجود. وحواره الرائع ان هو بيقول للسلطان، يعني اقول لك حاجه وما تزعلش مني بالبلدي كده، يعني انت الناس كلها حواليك بس انت مالكش اصحاب، انت الناس كلها حواليك بس كلهم حواليك في رداء السياسه، كلهم بينحنوا ليك. طبعا قبل المشهد ده كان مشهد رائع من السلطان، وهو بيفتكر كده شهاب الدين باشا، وبيفتكر جندرلي باشا اللي هو الناس المقربين
ليه وهم بيموتوا. طبعا هو قلبه اتقطع على جندار باشا ان هو المربي ليه برضه، وشهاب الدين هو المربي ليه برضه. يعني موتهم كانت خيانة. فيلا. فهو اللي هو في الاخر يعني مشهد بيوحي ان الدنيا فانية من الاخر برضه، يعني مش هتدوم لحد مهما حصلت. وزي ما قلنا الحوارات بقى ان هو انت وحيد، كل اللي هم موجودين حواليك بس برداء السياسة بينحلوا لك، مفيش حد صديق ليك. السلطان بيقول له انا بقى بحاجة لصديق ما لا ينمق الكلام، مش هينمق لي الكلام، مفيش حد يعني من الاخر يطبل لي او عشان خايف مني. انا عايز صديق يديني الكلام زي ما هو، يديني النصيحة زي ما هي، وانا حطيتك في المكان ده وده رجاء مني مش امر. طبعا لطفي بياخد الامر يعني بصدر مين، ده شرف كبير جدا. السلطان نفسه بيقول له خليك صديقي، يعني انت بتتكلم في ايه، ده مفيش احسن من كده. بتشوف بقى ان هو بيوجه له الكلام في وشه بمشاهد يعني حلوه دراميا وحواريا قويه جدا، وفي نفس الوقت كوميديه يعني في سنس كده حلو كوميدي موجود معانا، فمفيش ملل. فانت قاعد مستمتع وهو بيجري كده، والسلطان تحس ان هو كان هيجري وراه لما قال له. ولما فاجئه واقنعه بموضوع الزواج، قال له دلوقتي انت السلطان مراد عمل ايه مع الصرب، يعني نهى الصراع ازاي. ما هو مش كل الحاجة بتاخد بالسيف، مش كل الحروب بتتكسب بالسيف، لا بالسياسة. ومش كله بالسياسة، في بالزواج، زي ما عمل السلطان مراد مع مارا هاتون. خلى برانكوفيتش او مارا برانكوفيتش هو موالي للسلطان بان هو تزوج بنته مارا. فدي حاجة اهو. فليه لا انت ما تتجوزش روزا وتنهي الصراع مع البوسنيين؟ وكلنا عارفين اصلا ان بوسنا ما كانش فيها حروب زي ما احنا متوقعين، بس ما يمكن يعملوها زي ما عملوا مع بونتوس برضه. يعني كان مشهد رائع. ونشوف بقى ان هو خلى ورا السلطان لحد ما السلطان قال له الجواز ما بيجيش غصب، هي لو موافقة تمام. قال له طب يعني انت موافق؟ انت بتقول ايه؟ عظمة السلطان ووقار السلطان برضه يعني. فالسلطان مدي الموافقة المبدئية، لسه موافقة روز، وأظن إن روز هتوافق لأنها انبهرت برضه بالسلطان وكان ليها نظرات موجودة كويسة برضه. وعلى فكرة ما فيش أحمد يلماس ملوش علاقة بكل اللي بيحصل ده، عشان عارف الناس ده كله مكتوب، سيناريو مكتوب. فكان بصراحة مشاهد قوية جدا وحاجة قوية جدا. فالحلقة كتوتال مع الإعلانين بشوقنا بشكل كبير للحلقة القادمة. والمشهد بتاع برضه نسينا عشان نبقى غطينا كل حاجة، الصيد واللي فيه والسلطان ومشهد الكلام الرائع بتاع السلطان بقى، اللي هو يعني في خيالهم كده مش هيوصلوا لقوتي. انت تخيل انت وانت قاعد مع نفسك كده بتحلم وبتتخيل ان انت مثلا معاك وقوي وي 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 في خيالك. ده حاجات مش موجودة في الواقع. هو بقى بيقول ان خيالهم مش هيجيب قوته هو الحقيقية بقى. وبالفعل ونعم السلطان. انت بتتكلم في ايه؟ السلطان الفاتح، السلطان محمد الفاتح. فحلقة كانت رائعة في انتظار الحلقة القادمة بإذن الله، اللي هتكون حلقة قوية جدا جدا. نطلع نتكلم عنها بإذن الله على طول. وآسف على التأخير يعني بإذن الله، لأن إن شاء الله في حاجات كتير هنتعمل. احنا كملنا 6 سنين أهو، فبإذن الله تكون السنة السابعة سنة كويسة، ونوصل في آخرها على الأقل 100,000 بإذن الله. يا ريت لو تعمل لايك وشير للحلقة، وتأكد إنك مشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار بالحلقات الجديدة أول ما تنزل. حابب تتابعنا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، هتلاقي اللينكات كلها في الديسكريبشن. واشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله.